يلا نقول وداعا للصيف ونستقبل فصل الشتاء. كل سنة وانتم طيبين. الفترة اللي كل البيوت بتاعتنا بتبقى فيها دربكة، اللي هو بنشيل حاجات الصيفي ونطلع الشتوي. الفترة اللي احنا بنبقى لابسين خفيف وسقعانين، ولو لبسنا تقيل بنتحر. فاهمينها الفترة دي؟ هي الفترة دي بالظبط احنا هنتقل شوية على الهدوم، اسبوع كده ولا اسبوعين عشان نطلع الهدوم. هنبتدي بس نطلع كده بطانيتين ثلاثة كده عشان الجو ابتدى بالليل كده يسقع ويتكتك، واحنا مش حمل تكتكة. نبدأ بسم الله ونصلي ونسلم ونبارك على رسول الله. معانا كده هنحطه في جردل أو في طبق حبة مية وعليهم رابسو أو صابون سائل، أي مسحوق عندك. هنبتدي نفك المروحة بتاعتنا بالروحة. كنت باخد الجزء اللي على الوش دوت أروح أغسله في الحوض، بس طبعا أنا هعمل المروحة كلها وأنا واقفة على الترابيزة، وده أسهل حاجة. يعني أنت تكوني المفروض على الترابيزة أو على مشمع أو على ملاية قماشة، يعني عشان خاطر هينزل التراب، وعايزين الموضوع نلم الموضوع ما يبهدلناش الدنيا. تمام. فطبعا فك وربط المروحه كتير مع العمود بتاعها بيبتدي ان هو يبقى فيه مشكله. فاحنا عايزين نحافظ على الاجهزه الكهربائيه بتاعتنا على قد ما نقدر. زي ما انتم شايفين القماشه اللي معايا بولر، اللي هي قماشه الدفايات. تجيبي قماشه ناعمه اللي هي الفرو دي، تبقى جميله جدا جدا في تنظيف المراوح زي ما انتم شايفين. او سفنجه ناعمه، ونبتدي كده ناخده الريشه من تحت الاول مسحناها، وبعدين من فوق زي ما انتم شايفين. ومع كل مسحه هشطف القماشه بتاعتي واعصرها كويس، وارجع انضف بيها تاني لحد ما المروحه بتاعتي ما يبقاش فيها ولا اي تراب. تمام. اهو تاني نرجع تاني نكرر اللي احنا عملناه. اهو اول مره لمينا كميه التراب الكبيره، بعد كده كميه التراب بتقل، بعد كده بيبقى ما فيش تراب خالص. الموضوع بالظبط في دقيقتين هتخلصي المراوح بتاعتك. اي مروحه عندك مش هتاخد منك وقت اكتر من دقيقتين بالظبط. احسبيها كده على الساعه هتلاقيها دقيقتين بالظبط. المهم المكان اللي احنا بننضف فيه يكون مكان ثابت عشان ما يبهدلكيش بقيه الاماكن حواليه. عشان التراب اللي هينزل من المروحه واحنا بننضف كده هنلموه على طول بنفس القماشه اللي معانا. فالموضوع هيبقى سهل وبسيط جدا بالنسبه لك. اهو بنقلب المروحه وكل السلك ده كله بينضف بمنتهى السهوله بالقماشه بتاعتنا كده، عصرينها كويس وبنمشي عليها كده. المروحه كلها تبقى زي الفل، واي تراب بينزل على الترابيزه، وانت لو شغاله على بقى قماشه او على مشمع او على الترابيزه افضل، لان انا لازم الم التراب كده ورايا على طول. تمام. عشان يبقى في امانه في الموضوع، على ترابيزه كده افضل، وهتلمي التراب وراكي على طول. بصوا كده نضفنا اجي كده اللي هو وش المروحه. شايفين كميه التراب اللي نزلت منه قد ايه؟ طبعا وقت الفيديو كله كله 5 دقايق. احنا كده يعتبر في الدقيقه الثالثه المروحه خلصت. وطبعا انا ببتدي ان انا افتح الموبايل واصور واستنى عقبال ما اصور واقفل وافتح فيديو جديد، فكل ده بياخد مني وقت. تمام. بصوا التراب اللي نزل على طول بنلموه كده. فطبعا احنا لو على قماشه او على مشمع هيبقى الموضوع صعب. على مشمع ممكن، على قماشه هيبقى الموضوع صعب، فنستبعد حوار القماشه ده خالص. يبقى خلينا على ترابيزه او على رخامه المطبخ، او على مشمع او رخامه مطبخ او ترابيزه، هيكون افضل بكتير. يبقى الموضوع ده هيبقى سهل بالنسبه لك، ويبقى احنا اللي قلناه هيتنفذ معاكي. الموضوع هيبقى سهل وبسيط بالنسبه لك. خلاص كده الموضوع كله خلص. نضفنا المروحه بتاعتنا وهنبتدي نركب الوش تاني زي ما كان. طبعا المراوح بتاعتنا بيبقى فيها اماكن اللي هو العمود بتاع المروحه بيبقى حديد يعني قابل للصدأ، مش عايزين نجيب ميه عليه. وقلت لكم فك وتركيب المروحه كتير بيبتدي ان هو يهلكها. عايزين نحافظ على الاجهزه الكهربائيه بتاعتنا. يجي عليك سليف ان عشنا وكلنا عمر، تطلعي الجهاز بتاعك كده سليم ونضيف. لو في بقى حاجات في المروحه ما بتطلعش بالقماشه، بنجيب الليفه بتاعتنا برضو بنعصرها عصره جامده، بنبلها مسحوق كده بسيط ونحط كده ونعصرها كويس، ونبتدي نغسل بيها المكان اللي ما بيطلعش بالقماشة. بيطلع في ثواني، مجرد ما بمر كده عليه بالليفة. اهو. هو دي مش اتساخ صراحة، ده كده مطرح ما احنا المروحة دي كانت محطوطة على كرسي، مطرح احتكاكها بالكرسي بس عملت كده الخربشة دي، وطلعت بالليفة زي ما انتم شايفين بكل سهولة. اهو بقى كده خلصنا خلاص، والمروحة بتاعتنا بقت زي الفل. عندي كذا مروحة، هشيل المروحة اللي انا نضفتها كده على جنب واغير المية. هجيب مية نضيفة
وابتدي انضف كل مروحه طبعا بميه نظيفه، عشان المروحه منزله تراب كتير جدا، فما ينفعش ننضف المراوح دي كلها بنفس كميه الميه اللي احنا نضفنا بيها. بصوا بسم الله ما شاء الله، اهو المراوح كلها رجعت بسم الله ما شاء الله جديده، بقماشه وحبه ميه، ولا فكينا ولا رحنا غسلنا على الحوض ونشفنا ولا بلينا المراوح وحافظنا على الاجهزه بتاعتنا. يلا بقى عندنا كده نشاط وحماس، عشان الفترة دي كلنا شققنا متدربكة مطرح ما الصيفي والشتوي والكلام ده كله. ندعي لبعض ونشجع بعض، ولو عجبكم الفيديو اعملوا لايك ومشاركة للفيديو عشان بناتنا واخواتنا وامهاتنا يستفادوا، واللي لسه ما عملش متابعة للصفحة يعمل متابعة. واترككم على خير ومع ألف سلامة.